السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدوية التي تلزم عند أي مربي ببغاء. أول شيء قبل لا نبدأ بالأدوية، كيف تلاحظ المرض على الببغاء؟ أول شيء نبدأ في التنفس، تلاحظ صوت صرير مع التنفس أو نزول سوائل مع الأنف، عزكم الله. وأمراض الجهاز الهضمي هو الإسهال أكرمكم الله، أو السالمونيلا تعتبر من أمراض الجهاز الهضمي، وفيروس بمعدة الببغاء. تلاحظ كيف هو بيضاد البراز مع شخوط أو خطوط حمراء في البراز. وأمراض الرئة، تضخم الرئة، شيء يتحرك في رئته يلاحظه المربي بإذن الله. أهم شيء ما تستخدم العلاج إلا بعد استشارة البيطري عشان التشخيص. أول شيء نبدأ بالفيمكات، هذا رئيسي 5 قطرات مع ماء الشرب، هذا رئيسي مع أي دواء 5 قطرات. وهذا لأمراض الرئة. أمراض الرئة غير أمراض التنفس. استخدم 2 ملي مع ماء الشرب لمدة 7 أيام. وهذا منشط للببغاء، لما تلاحظ عليه قلة كلام أو تصفير أو خمول أو عدم حركة كثيرة، تستخدم مع هذا، يساعد على تقوية المناعة والنشاط. وهذا لأمراض التنفس، استخدم نص القطارة لمدة 7 أيام مع ماء الشرب. هذا تستخدمه 5 قطرات مع ماء الشرب أو 7 قطرات. هذا أمراض الجهاز الهضمي، الإسهال وما الإسهال أكرمكم الله. 2 ملي بالإبرة، 2 ملي مع ماء الشرب لمدة 7 أيام. وهذا للجروح، هذا يلزم أن يكون دائم موجود، هو كالإسعاف، يعني إذا صار نزيف في الببغاء هو تسبب عليه أو عند قص الأظافر، هذا يساعد على التئام الجروح وتوقف النزيف. وهذا فيتامين منشط، فيتامين عام ومنشط ومقوي للببغاء للمناعة. استخدم نص ملعقة مع ماء الشرب لمدة 5 أيام. والأمراض المستعصية اللي يجي عدم الأكل، تحط العلاج مع السريلاك القمح، تخلطه سويا وتغرى الببغاء به بالإبرة، تغره. وممكن أن تستخدم هذا كوقائي للتنفس لمدة 5 أيام، 5 قطرات، كعلاج وقائي وليس كعلاج دواء، وقائي فقط، 5 قطرات كافية، مع 5 قطرات من الفيمكات. وهذا كوقائي برضو لأمراض الجهاز الهضمي أو الإسهال، 5 قطرات برضو أو 2 ملي، 2 ملي مع ماء الشرب لمدة 5 أيام. أي علاج يستخدم كوقائي لمدة 5 أيام، وكعلاج كدواء للببغاء 7 أيام كافية، مع الفيمكات 5 قطرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.